السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ اخباركم؟ بصوا النهارده بقى في مشتريات جديدة خالص، انا اول مرة اشتريها في حياتي، يعني من ساعة ما بدأت المجال ده. بصوا ده الخرز المحقون اهو، بصوا بس دي الحباية الكبيرة قوي، دي ال 12 او ال 14 تقريبا. بصوا الابيض منه اهو، تمام. بصوا الكيس ده كله ب120 جنيه اهو، الكيس ده كله ب120 جنيه. بصوا كده انا عندي بقى ده حاجة محقونة بس حاجة تانية خالص، تمام. ده الكيس ده ب350 جنيه، ب350 جنيه الكيس ده. بصي الشكل ده من ده اهو، هتعرفي ايه الفرق. ده ابيض اهو محقون، بس ده ابيض محقون وبيلمع، شايفين؟ بصوا بقى مشترياتنا النهارده كانت ايه. انا اشتريت طبعا ربع من ده، مرضتش اشتري الكيس كله عشان يبقى عندي تشكيله. بصوا انا اشتريت الورد المحقون ده، شايفين؟ بصراحه انا ده محقون وده محقون، بس ده محقون بيلمع وده محقون مش بيلمع. بصوا بس برضو جميل، شكله لطيف قوي، شايفين اهو. ما اشتريتش ده، بس قلت لما اشتري معاه حاجه كمان. بصوا كده الجمال ده برضو، دي حاجة محقونة. بصوا الجمال ده بونبوني اهو، شايفين الحلويات دي؟ شايفين اهو، ده بونبوني كده بيلمع، تمام. وكمان اشتريت، بصوا دي ميدالية الموبايل الترند، هنعملها طبعا برضو مع بعض وهقول لكم كل تفاصيلها، تمام. وكمان جبنا علاقة الموبايل دي اللي كله بيتكلم طبعا عنها كتير الفترة دي، وهنعمل بيها اشكال كتيرة قوي. وجبنا القمع الترند اللي برضو قالب الدنيا خالص اهو، جبناهولكوا اللي الناس مش لاقيه بتدور عليه. مش بس كده، انا عايزه اقولك ان انا جبت بقى كل الانبوبة دي ب55 جنيه. انا اخدت كل الانبوبه بتاعه الازق دي ب55 جنيه. دي بتلزق اي حاجه يا بنات، يعني دي لازم تكون موجوده معاكي في اي شغل. بصي انا جبت اقفال صغيره من دي، قفل السلسله الصغير، وبرضه هقول لكم هعمل بيه ايه. بصوا هنا كمان انا جبت حلقات صغيره اهي، شايفين الجمال؟ وجبت ربع من خيط السنارة اهو، ربع اهو، ده مقاس 50 اهو. مش بس كده، انا جبت ستوبر، ما جبتش الغطا، انا جبت الستوبر بس لان ده اللي هحتاجه في شغلي النهارده اهو. بصوا هنا جبنا ايه، دي حاجة اسمها مكرونة اهي، دي الواحدة حوالي 38 قرش، تمام. وجبنا قفل سهل الفتح اهو، لان ده هنحتاجه مع الشغل ده، تمام. وكمان جبت حلقات صغيرة ما بتتفتحش، جبت دي لان برضو ليها شغل معايا، طبعا هنزل لكم فيديوهات عن كل حاجة، تمام. مش بس كده، احنا كمان جبنا منها لونين. انا جبت اللون ده، وجبت الكبيرة شوية منها الفضي اهي، شايفين الفرق؟ دي كانت حاجتنا النهاردة. طيب تعالوا نسعر الحاجات دي، نقول اسعارها كام. بصوا يا بنات، الربع من ده عامل 65 جنيه، لا كان اكتر، الربع من ده عامل 70 جنيه، والربع من ده عامل 70 جنيه. الكيس ده عامل 350 جنيه، ده عامل 50 جنيه، ده اكتر من 100 قفل. ودي طبعا اكتر من 500، عامله 20 جنيه، وده 20، وده ب20 جنيه. طبعا الحاجات دي تقعد معايا وقت طويل، انا جايبه حاجات للوقت الطويل. الكيس ده ب120 جنيه يا بنات. الحلقات الصغيره ديت بنص جنيه،
المكرونه دي ب38 قرش، الصغيره دي بربع جنيه، القمع ده ب75 قرش، الكيس ده فيه 100 ب70 جنيه. هي بتتباع بره فرد، الواحده بجنيه، بتشتري الكيس فيه 100 على بعضه بيبقى ب70 جنيه، طبعا اوفر معاكي كتير. المتر من ده انا جبته ب50 جنيه، ودي ب55 جنيه. البكره دي ربع خيط، وبصي قد ايه كبيره، هتقعد معانا طبعا وقت طويل قوي. جبتها ب50 جنيه. جبت من عند مين يا بنات؟ جبت من عند محل وهبي، جبت من عند محل وهبي اهو يا جماعه. شكل الكيس بتاع المحل بتاعهم اهو، يوسف وهبي. انا جبت من عنده نص الحاجات، نص شغلي كان من عند يوسف وهبي، والنص التاني للشغل كان من عند السيد عزب. بصوا جبت وكمان وهبي، وليد وهبي ده اللي انا كنت عامله ريفيو على المكان بتاعه، جبت من عنده ده، ومش مستحيل مش هتلاقيه ابدا في اي مكان في الزنقه كلها. انا دورت غير عنده، بس غير عنده وليد وهبي، هو الوحيد اللي عنده الحاجات دي. وانا جايبه من عنده ده، وجايبه من عنده ده، وجايبه من عنده ده. استحاله تلاقي غير عنده التشكيله دي، والكبير ده مش هتلاقيه غير عنده. ده جايباه من عند وليد وهبي. وليد وهبي، وليد يا جماعه، وليد، لان يوسف وهبي ده اللي في اخر الشارع جنب الجامع. ده انا جايبه من عنده الحاجات الصغيره دي بقى، ده وده وده وده، جايبه الجلو ده، جايبه الحاجات دي من عنده هو. يعني انا بقسم شغلي تمام. والسيد عزب برضو انا كنت جايبه من عنده حاجات تمام. كنت جايبه من عنده ايه عشان افتكر. السيد عزب كنت جايبه من عنده الكيس الابيض ده تمام. طبعا انا هما 3 محلات اللي انا بتعامل معاهم في الزنقه كلها. اكتر حد انا بتعامل معاه وليد وهبي ويوسف وهبي، اكتر حد يعني تمام. هما المحلين يعتبروا تبع بعض، ويعني تقريبا هم اخوات او حاجه، بس يعني انا بحب اتعامل مع المحلين دول، بيريحوني جدا في الشراء وفي التعامل وفي كل حاجه. يخشوا يعني تروحوا عند وليد وهبي اللي في وش بطاطا بتاع الفضه، هتقولي له انا جاي تبع ام ادم، هيجيب لك كل اللي انت عايزاه. طبعا احنا كده عملنا كل الحاجات اللي انا كده وريتكم كل الشغل اللي انا جايباه. لا ثواني، مش بس كده، انا كمان جبت اكياس من دي. ليه بقى غيرت الكياس؟ هقول لكم وهتعرفوا المفاجاه اللي انا عاملاها لكم واللي انا هعلمها لكم النهارده. اهي الكياس دي اهي اهي، شايفين الكياس دي تمام. وكمان قلنا مش هنسلم للعملاء في ايديهم بعد كده، احنا قلنا ان احنا هنطور شويه من شغلنا وهنخلي لهم اكياس كده اهي، لحد ما ان شاء الله اطبع اكياس باسمي. فاشتريت اكياس من دي، انا اشتريت نص كيلو اكياس من دي عامل 35 جنيه، واشتريت ربع الكياس دي، دول كتير قوي، اكتر من 100 تقريبا اهم، او 100 حاجه زي كده، دول عاملين 45 جنيه. مش فاكره اسم المحل اللي انا جبت منه، بس ممكن اقول لكم برضو اسمه ايه. انا بالمره كمان يا بنات اشتريت دي، لان انا هعمل الورد الصناعي، لان انا محتاجه قوي ان انا اعمله في البيت، ولما سالت عليه بره كان غالي، فانا مرضتش اجيبه. هعمله معاكم برضو، هقعد انا وبنوتي ان شاء الله نعمله معاكم، لان هي كانت حابه الفكره جدا. وان شاء الله اشوفكم على الفيديو اللي بعد ده، هنشوف بقى كل الحاجات الجديده اللي احنا جايبينها دي هنشتغل بيها ازاي. اشوفكم على خير.